انت فاهم ان القدس مش هتتحرر غير في اخر الزمان لما ينزل سيدنا عيسى، يبقى قدروا يضحكوا عليك ويثبطوك عشان تسلم، وللاسف الكلام ده مش صحيح. ولو انت برضه فاهم ان اليهود الموجودين في القدس دلوقتي هم اللي هيبقوا مع المسيح الدجال اللي هيخلص عليهم سيدنا عيسى، تبقى برضه غلطان وقدروا يضحكوا عليك، والكلام ده مش صحيح. القدس هتتحرر وهتتحرر قريب جدا، واللي بيحصل فيها ده دلوقتي اكبر دليل على كلامي، والنبي حكى لنا كل الكلام ده بالتفصيل، وللاسف الكلام ده ناس كتير ما تعرفوش او تعرفه وما بتقولهوش، فالكلام اللي جاي مهم جدا، فركز معايا. انت هتتحرر القدس ومين اللي هيحررها؟ الكلام ده قاله لنا النبي صلى الله عليه وسلم، بس خليني الاول اصحح لك معلومه مهمه جدا ناس كتير ما تعرفهاش. اولا القدس مش اول مره يحتل القدس، احتل قبل كده في التاريخ 6 مرات، واحتلال القدس وفتح القدس من علامات الساعه. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعدد 6 بين يدي الساعه وعد منهم فتح بيت المقدس. اول مره اتفتح فيها بيت المقدس كان في عهد سيدنا عمر بن الخطاب على يد ابو عبيده بن الجراح رضي الله عنه. وخلي بالك مصر اتفتحت سيدنا عمر ما راحش، الشام اتفتحت سيدنا عمر ما راحش، بس لما القدس اتفتحت سيدنا عمر بنفسه راح استلم مفاتيح القدس، لانه عارف مكانه المكان ده عند رب العالمين سبحانه وتعالى. المره الثانيه كانت سنه 990 ميلادي، وبعد الاحتلال الصليبي للقدس عملوا مجازر يندى لها الجبين. من فجرهم ان هم علقوا الصليب على قبه الصخره وشالوا المسجد الاقصى وكتبوا كنيسه الرب المباركه، لحد ما جت سنه 583 هجريا في معركة من أشرس وأقوى المعارك، معركة حطين. كان الجيش ساعتها بقيادة صلاح الدين، وكان عدد المسلمين 25,000 جندي، وكان عدد الصليبيين أكثر من 63,000 جندي. وتحديدا وعند قرية حطين يقف صلاح الدين بالجيش بتاعه في أقرب مكان للمية ويخلي ظهره للرياح، يعني الريح لما تيجي تخبط في ظهر المسلمين وتطلع قدامهم. فلما وصل جيش الصليبيين هيموتوا من العطش، الجو حر جدا، اكتشفوا ان المسلمين حصروا المية. مش بس وكده، صلاح الدين خلاهم يولعوا في الحشيش اللي في الأرض، طلعت الدخان مع الهواء راحت على الصليبيين عشان يجي لهم حاله من الاختناق، يفضل محاصرهم طول الليل، واول ما يطلع النهار تبدا ملحمه من اكبر الملاحم ومعركه من اقوى المعارك. 25,000 جندي قدام 63,000 جندي، بس ال 25 دول ب 25 مليون ألف جندي، كلهم ايمان وصدق ويقين بنصر رب العالمين، يهجموا على العدو عشان تستمر المعركه لساعات طويله، بس تنتهي بنصر المسلمين على ايد الناصر صلاح الدين. وينتصر صلاح الدين علشان يمشي للقدس ويفتح معاه طبرية وعكا ويافا وعسقلان وغيرهم من المدن، لحد ما يوصل القدس، يحاصر القدس ويفضل مع أهلها 6 أيام حرب مع الصليبيين، لحد ما بقى عندهم يقين إن جند المسلمين مش ممكن ينهزموا أبدا، فيرفعوا الراية البيضاء ويطلبوا الصلح من صلاح الدين ويصالحهم ويستلم منهم المسجد الأقصى. لكن أوروبا ما سكتتش على الكلام ده، بعتت جيش من فرنسا وألمانيا وإنجلترا بقيادة ريتشارد قلب الأسد، ولما وصلوا فتحوا عكا واخدوها فعلا، احتلوها. ولما وصلوا للقدس حاربهم صلاح الدين عشان يرجعهم مرة تانية، افاهم يأمر عيش لأوروبا ويفضل المسجد الأقصى مع المسلمين. وتمر الأيام ويموت صلاح الدين عشان تيجي المرة الثالثة اللي يحتل فيها المسجد الأقصى في عهد الملك الكامل ابن الملك العادل أخو صلاح الدين، وتحديدا يوم 18 فبراير سنة 1229 الملك الكامل يسلم القدس لفريدك امبراطور الروم ساعتها، وترجع الأقصى تاني لاحتلال الصليبيين، وتمر الايام ويخش جيش المسلمين ويستلم القدس للمره الثالثه. اما المره الرابعه فكانت في عهد الملك نجم الدين ايوب، وكان من الفاطميين، احتلوا القدس الصليبيين واخذوها للمره الرابعه. المره الخامسه بقى يا سيدي كانت سنه 1259 ميلاديه للتتار الشام، لحد ما احتل القدس وجت معركه عين جالوت. معركه عين جالوت كانت بقياده القائد قطز اللي فتح القدس يوم 25 رمضان سنه 658 هجريا، وفضلت القدس مع المسلمين من عصر المماليك لعصر الدوله العثمانيه، علشان تيجي الحرب العالمية الثالثة ويدخل الانجليز القدس وتبقى في معركة اسمها معركة القدس، علشان يحتل الصليبيين القدس للمرة السادسة، ويبعتوا من بريطانيا يعلنوا ان القدس هدية للصليبيين والمسيحيين في اعياد الميلاد. سنة 1948 تقدر الجيوش الاسلامية ان هي تخرج وتطرد الانجليز بره المسجد الاقصى علشان يرجعوا لبلادهم هربانين، ويرجع القدس تاني في ايد المسلمين. وتبدأ من سنة 1948 لسنة 1967 هجرة اليهود
اليهود يهاجروا جماعات يبداوا يدخلوا القدس من الجزء الشمالي ثم الجزء الجنوبي، ويفضل الاقصى محتل من اليهود الى يومنا هذا. اول حاجه لازم تفهم ان نهايه الكيان المخروم حتميا هتبقى على ايد المسلمين، ودي هتبقى على مرحلتين. مرحله انتهت ربنا قال لنا عنها في القران: وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي باس شديد فجاثوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ده اللي حصل في عهد سيدنا عمر وفي عهد صلاح الدين وفي عهد قطز. الايات اللي بعدها بقى ركز معايا كويس جدا، لان هي بتتكلم عن المرحله اللي احنا فيها دلوقتي. ربنا بيخاطب اليهود وبيقول لهم في القران: ثم رددنا لكم الكره عليهم، يعني ربنا رد المسجد الاقصى تاني لليهود، بقى مع اليهود. وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. بص عندهم احتياطي فلوس قد ايه دلوقتي، بص الرابع اقوى جيش في العالم دلوقتي وهم اليهود، بص مين بيساعدهم، كم دوله اوروبا كلها بتساعدهم دلوقتي. ربنا بيقول: وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. طيب بعد كل ده يا رب ايه اللي هيحصل؟ ربنا بيقول في القران: فاذا جاء وعد الاخره ليسوءوا وجوهكم، هيجي اللي يهزمكم شر هزيمه وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مره، زي ما سيدنا عمر فتحه وصلاح الدين فتح، وليتبروا ما علوا تتبيرا. كل اللي انتوا بنيتوه هيهدوه وهيرجع الاقصى تاني زي ما كان، وانتوا هترجعوا تاني مشردين مستضعفين تائهين في الارض اذلاء. طيب امتى ده بقى هيحصل؟ ربنا قال لنا النصر امتى. اقرا الايه اللي بعدها، ربنا بيقول: عسى ربكم ان يرحمكم من ذل وهوان واستكبار اليهود. امتى يا رب؟ وان عدتم عدنا، بشرط ان احنا نرجع لربنا زي ما الناس اللي كانت مع سيدنا عمر راجعين لربنا، زي ما الجيش اللي كان مع صلاح الدين راجع لربنا، زي ما الجيش اللي كان مع قطز راجع لربنا. فربنا بيقول: وان عدتم عدنا. بعد كده يفضل اليهود عايشين مشتتين في الارض شاذمه، مالهمش لا حول ولا قوه، علشان اول ما يظهر المسيح الدجال يجروا عليه على طول يامنوا بيه. ينزل سيدنا عيسى من السماء وياخد المسلمين ويطلع على باب لد علشان يقابل المسيح الدجال فيخلص عليه، ويجي الوقت اللي النبي قال عليه: يختبئ اليهودي وراء الحجر وراء الشجر فينادي الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله إن خلفي يهودي تعالى فخلص عليه. نهاية اليهود حتمية هتحصل، والوعد اللي ربنا وعده متعلق بشرط واحد: إن إحنا نرجع لربنا. فاوعى حد يضحك تاني عليك ويقول لك الكلام ده مش هيحصل غير في آخر الزمان. الكلام ده بإذن الله هيحصل دلوقتي، بس إحنا نرجع لربنا. يا جماعة الكلام ده كله أمل، الكلام ده مهم جدا، الكلام ده المفروض الأطفال تتربى عليه، الكلام ده المفروض يعرفوا الجيل اللي موجود والجيل اللي جاي، الكلام ده لازم الناس تفهمه وتفهم تفسير الآيات وتعرف التاريخ اللي عدى ده كله، علشان يبقى عندها امل ومحدش يضحك عليها ويقول لها مفيش امل. لا والله في امل، بس احنا نرجع لربنا. يا ريت تبقى سبب ان الفيديو ده يوصل للعالم كله. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.